السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معايا من جديد في مطبخ خديجة المناوي. نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة سهلة اللي هي العسل ديال الرمان او دبس الرمان بدون اضافات بدون سكر. كيجي جد رائع احسن من اللي كيتباع وكيجي المذاق ديالو لذيذ. تقدروا تستعملوه في السلطات، عنده عدة استعمالات، ولا تقدروا تدوزوه هكاك بالخبز كيجي جد رائع. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجبكم اخواتي الفيديو ما تنساوش تخليو لي جيم الفيديو، ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش تشاركوا فيها بالضغط على الزر الاحمر الاشتراك او ابوني، وفرجه ممتعه. المهم غادي نبداو بسم الله في الوصفه ديالنا. كما كتشوفوا هنا عندي واحد الكميه ديال الرمان. الكميه ديال الرمان غير محدوده، يعني القياس اللي بغيتو تحضروا نتوما. انا هنا خديت 3 الحبات ديال الرمان. كما كتشوفوا غادي نقيهم قدامكم باش تشوفوا الطريقه. هاد الطريقه سهله ودغيا كنفركوا الرمان. كما كتشوفوا راه وحده مقشراها حداكم. غادي نحيدوا الغطاء ديال الرمانه بهذا الشكل هذا، كنشرطوها، كنحيدوا ديك القشره الفوقانيه. من بعد كناخذوا الموس وكنبقاو نتبعوا على هذاك كيبان لينا هذاك الخط ابيض. كنديروا اشرطه بالموس بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نحر الرمانه ديالي بهذا الشكل، كنحلوها كتجي بحال شي ورده. كنحيد هذاك اللب الوسطاني، الا كانوا فيه شي حبات ديال الرمان نحيدوهم. من بعد كنقلبوا الرمانه، كناخذوا واحد الملعقه وكنبقاو نضربوا هكا بالظهر ديال الملعقه مزيان باش كاع دوك الحبات ديال الرمان كينزلوا. كما كتشوفوا معايا هاد الطريقه سهله وفي دقائق معدوده. دغيا كنساليو واخا تكون عندنا كميه كبيره ديال الرمان. كما كتشوفوا واخا ينزلوا هذوك الوراق البويض، من بعد غادي نقيو الا نزلت شي حاجه من غير الحبوب ديال الرمان. كما كتشوفوا معايا دغيا ساليت. انا ما قطعتش هذا المقطع، يعني سرعته غير شويه باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف، ولكن هاد الطريقه هذه راه دغيا كتسربي كما كتشوفوا معايا. صافي هنا منين بعد ما غادي نسالي غادي نقيو الا نزلت لينا بحال هكا هذوك الوريقات باش ما يجيش لينا هاد العسل المر، يعني كنديروا غير الحبوب ديال الرمان. من بعد باش نحصلوا على العصير، حنا الغرض منا من هذا الرمان نحصلوا على العصير ديالو باش نخرجوا منه هذا العسل. يا اما غادي تلا عندكم العصاره ديال الفواكه غادي ديروه يتعصر، اولا طحنوه في المولينيكس عاديه وتصفيوه. كما كتشوفوا هنايا راه عصرته تقريبا، خرجوا لي واحد الليطرو ديال العصير ديال الرمان. غادي نصفيه في واحد الكاسرونه، اولا الا ما عندكمش ممكن تاخذوا غير هذيك الطحانه ديال المطيشه العاديه ديال اليد، ديروا فيها الرمان وطحنوه، راه كيخرج العصير ودوك العظومه كيبقاو في ديك الطحانه. يعني ديروا الطريقه اللي بغيتو. كما كتشوفوا هنايا من بعد ما درتو في الكاسرونه شعلت عليه النار وكنحركوه مره حتى كيبدا يغلي بهذا الشكل هذا. صافي ملي كطلع فيه الغليه كنقص ليه البوطه وكنخليوه يطيب على خاطره، يعني باش يولي مركز وهذاك الماء يتبخر. انتم غادي تشوفوا معايا جميع المراحل، يعني كل مره صورت لكم مقطع. كما كتشوفوا هنا راه نقصت ليه النار خليته كيغلي، وهذيك الرغوه اللي كطلع لينا في الوجه ديال الرمان كنصفيها بواحد الصفاي بهذا الشكل. كنهزها بالصفاي وداك الصفاي كنغطسوه في الماء باش تحيد ديك الرغوه، اولا تجمعوه بشي ملعقه.
بهذا الشكل هذا. كل مره منين نشوفوه شكل هذيك الرغوه يعني ما كنبقاوش مقابلين واقفين عليه، غير مره نطلعوا عليه كنقصوا له البوطه، مره كنجيو نشوفوا الا تشكلت شي رغوه كنجمعوها، ومره نحركوه. وما تزيدوش في النار بزاف يعني باش ما يتحرق. بالنسبه تقريبا المده اللي كياخد تقريبا خدا لي واحد الساعه وربع هكاك في هذا القياس هذا ديال لترو. طبعا الكميه كتبقى المده كتبقى على حسب الكميه اللي درتو. كما كتشوفوا معايا هنا راه قرب يوجد، كتنقص الكميه ديالو بزاف وحتى اللون ديالو كيغماق. وهذه في المرحله الاخيره كما كتشوفوا معايا راه كيبقى يبان لينا كيدير واحد الكشكوشه هكا وكيولي ثقيل شويه. من بعد ملي كيبرد راه كيزيد يعقد وكيولي اللون ديالو مائل الاسود. في هذه المرحله هذه نبقاو نحركوه باش ما يتحرقش لينا من الجناب. صافي هكا كيكون السيرو ديالي واجد. دابا غادي نطفي عليه النار. يكون هذا هو الشكل ديالو. كيبان لكم دابا مازال خفيف شويه، ولكن ملي كيبرد راه كيزيد يعقد. صافي مباشره نكبوه في واحد القريعه. ملي كتشوفوا صافي تقدروا تحتفظوا به في الثلاجه. كيكون هذا هو الشكل ديالو النهائي. ان شاء الله من مور هذا الفيديو غادي نوجد لكم به واحد الوصفه، فانتظروا الفيديو ان شاء الله. وما تنساوش تجربوه بهذه الطريقه بلا سكر، كيجي المذاق ديالو جد رائع. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. شكرا على حسن المتابعه، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.